وصحبه ومن اتبع هداه. معشر الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات الحاضرين، بطبيعة الحال أولا الإخوة الذين استجابوا لدعوتنا لهم الشكر سلفا، ولا أخفيكم أنني أشعر أنهم ربما قالوا كل شيء، حتى ذاك الأمثلة اللي كنت مجد ليا منها شي شوية ولي محمد ما كنتسائل شنو بقى ليا ما نقول. وهاد الإخوان اللي كيديروا الشعارات كنشكرهم، الله يجزيكم بخير. نقصوا شوية من الصوت، وبحال اللي قال لكم الأخ تخليوني تنكمل وعاد تولدوا عاد جمعوا الحصيصة كلها هي. الإخوان الحاضرين، الأخوات الحاضرات، أشكركم جميعا. هذا المهرجان هو فكرة ديال الأستاذ الكبير الأخ العزيز السي عبد العزيز العمري. اللي ربما البعض فيكم يكون نساه كاع، هو اللي كان العمدة ديالكم على مدى سنوات طويلة. لا نساوه، علاش؟ لأن هو ديما كيتخبى، كيخدم مزيان ولكن كيتخبى، وهذه عمرني ما شفت. كنعرف الناس ما تيخدموش وكيتبندوا، ولكن اللي كيخدم مزيان كيتخبى، هذه مازال ما عرفتهاش. وقال ودي قال لنا في المكتب ديال الأعمال العامة، قال ما يمكنش ما نعملوا. طبعا حزب العدالة والتنمية راه لو كان هنالك عداد هو الاول من نهار اللي جات هذه القضيه ديال، وحتى قبل دائما من نهار اللي جات هذه القضيه ديال الطوفان الاقصى هو الاول في الساحه، هو الاول في الساحه في كافه مدن الوطن. تظاهرات كل اسبوع مره او مرتين، والمسيرات كلها، وكيحضر المسيرات اللي كينظموها الناس اللي هو تيشتغل معاهم، منهم هذه المجموعه ديال السي العالم، والناس اللي تيعتبروه ما عندوش الحق كاع يناصر القضيه الفلسطينيه، وكان عندهم هما طابع ديال القضيه الفلسطينيه. حزب العداله والتنميه لا ينتظر الاعتراف من احد بانه حسن السلوك. حزب العداله والتنميه يناصر القضيه الفلسطينيه لوجه الله، ولأنها مسؤوليته أمام الله، ولأنها مسؤوليته أمام التاريخ، ولأنها مسؤوليته أمام أمته، ولأنها مسؤوليته أمام شعبه، ولأنها مسؤوليته أمام دولته مهما كلف الثمن. والناس اللي بغاو يصفيو الحسابات مع العدالة والتنمية لأنه ذات يوم الأمين العام ديالو عمل واحد العمل اللي حتى شي واحد ما عرفو، ما استوعبو، ما اتفق عليه، هادو راهم غير تيضيعوا وقتهم. لأنه كل شيء إذا كان بحال اللي تيقولوا العرب أهل الميت صبروا والعزاين كفروا، راه الإخوان ديال المقاومة كيعرفوا مزيان العدالة والتنمية بمختلف الطوائف ديالهم، وكيعرفوا كيفاش كيتواصلوا معاهم، وكيعرفوا شكون كيستدعوا للملتقيات ديالهم، وكيعرفوا من كيطلبوا الكلمات ديالهم، وكيعرفوا شكون اللي كيساندهم ماديا، وكيعرفوا شكون اللي كيساندهم معنويا. مع ذلك رغم أن العدالة والتنمية عمره ما كان مع التطوير، وعمره ما يكون مع التطوير، ومع ذلك وسبق له أن اعتذر عن هذا الحدث، وإن كان اللي تيخصو يعتذر إذا بغى يعتذر شي يوم من الأيام، هو الأخ الفاضل والدكتور الكبير الأستاذ السي سعد الدين العثماني، لأنه هذا الشيء اللي عمل عنده ظروف هو اللي عارفها. ولكن حنا كحزب العدالة والتنمية حنا القضية الفلسطينية لا نبيع بها ولا نشتري بها، وتجري في دمائنا، ولو كان من الممكن أن نساهم بدمائنا لساهمنا بها. هذا الشعار ديال كاع فهمتوا أنا مؤقت. أنا بغيت نقول لكم الإخوان علاش وافقناه حنايا. وافقناه لأننا بقينا كنشعروا بأنه رغم أننا كنعرفوا
مع اخوانهم الفلسطينيين، وانهم الروح ديالهم معاهم والقلب ديالهم معاهم. هاد الاخوان هاد قررنا باش نعقدوا هذا اللقاء هذا، واخا الظروف ربما ماشي مناسبه بزاف، واخا كاينه العطله واخا الى اخره، ولكن هذا كله ماشي مبرر في الحقيقه، لان العدد ديال الاخوان اللي حاضرين عدد جيد، ولكنه لا يرقى الى ما تقتضيه القضيه الفلسطينيه، لانه كاين تنشعروا باللي كاين كلام تيروج بهذا الوطن العزيز يفت في العضد وينقص من الحماسه ويربك المواطن العادي، ولهذا بغينا هذا الكلام هذا نردوا عليه. والحمد لله العروض الثلاثه اللي كانت بكل صراحه زعما هي من مستوى رفيع وحري بالشباب ديالنا بالخصوص، لانه الناس اللي في السن ديالي هذه القضيه عاشوها من اول يوم على الاقل من 65، واللي تاخر فينا من 67. حنا كنا ديك الساعات واعيين وكنتبعوا شنو تيوقع الى اليوم، نكاد نعرفها يعني يوما بيوم، ونعرف احداثها وتسلسلها، ولكن الشباب ديالنا اليوم بحال في واحد الحاله ديال الامنيزيا، ما منتبهينش.